بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي وائل سعد حسن خولي، وأعمل أمين شرطة قسم شرطة الجيزة ومديرية أمن الجيزة، وبلدي مركز تالع محافظة المنوفية. بالضبط وأنا جاي العمل يوم 25/3/2012 الساعة 6:30، وبالضبط بعد كوبري أها بحوالي 100 متر سمعت صوت سلاح آلي، طلقات آلية. فبصيت من شباك العربية لقيت 5 أشخاص واقفين، فبصيت من الشباك فاستأذنت من السواق إنه يقف بالعربية على جنب. فنزلت من العربية ودخلت على ال5 أشخاص دول، ولقيت 2 من ال5 خدوا استقلوا عربية ملاكي وجريوا، واتبقى 3 أشخاص. فدخلت عليهم ولقيت معاهم سلاح آلي، خدت منهم السلاح الآلي، واتضح إن ولد منهم من ال3 دول بلطجي، والاثنين التانيين اللي خدوا الملاكي جريوا 2 بلطجية برضك. واتضح ان الولدين اللي واقفين سواق سيارة نقل نمر اسكندرية، جاي من جمرك اسكندرية ومعاه بضاعة حوالي 3 مليون جنيه، جاي من الجمرك معاه بضاعة المادة الخام بتاعت البيبس. فطبعا مسكت الولد البلطجي وقيدته، ربطته بحبل، واتصلت بالنجدة ولميت الفوارغ من على الأرض، واتصلت بالنجدة في حوالي ربع ساعة وتلت ساعة. النجدة ما جاتش، فأنا خدت بعضي وحطيت الولد في عربية نقل وخدته على أقرب نقطة ألم المرورية، وتقابلت مع زمايلي في النقطة، وتم تفتيش الولد وطلعت منه شريطين ترامادول المخدر وبطاقته، لحد ما جت عربيتين 2 نجدة وخدت الولد، والنجدة خدتني أنا والولد والسيارة النقل اللي كانت مثبتة، ورحنا نقطة مركز أليوب، واتقابلت مع السيد المأمور وتم عمل المحضر. وطبعا أنا عملت الموضوع ده خشية لله سبحانه وتعالى، وأدي واجبي اتجاه وطني. وطبعا أنا ما كنتش في عملي وما كنتش مسلح، بس واجبي وشغلي بيحكم عليا ان انا في ضوء توجيهات السيد وزير الداخلية ان انا عملت كده لإعادة الأمن، لأن الناس طبعا حتى ساعتها السواق اللي كنت راكب معاه بيقول انتوا فين وما انتوا شغالين وبتاع. فسبحان الله واحنا بنتكلم في القصة ديت ربنا رزقني بالموضوع ده، ونزلت وضحيت بحياتي ونزلت، وربنا قدرني وسبت الولد. واتضح ان الولد مسجل خطر وعليه 11 قضية. وانا ماسك السلاح الآلي، السواق اللي كنت راكب معاه قال لي اديني السلاح الآلي ده ويلزمني واللي انت عايزه خده. انا ما رضيتش، وقلت له لو انا اديتك السلاح الآلي يبقى انا هسيب البلطجي ده يمشي ويثبتك ويثبت اختي ويثبت زوجتي ويثبت سواقين تاني وعربيات تاني. فانا ضميري ما يسمحليش بكده، وانا ما اقبلش على اولادي، ما اقبلش اي قرش بالطريقه دي. فثبت، فالحمد لله سلمت الولد، والولد خد استمرار من النيابه وخد حكم الحمد لله. وربنا يقدرنا جميعا انا وزمايلي من افراد الشرطه على تأدية واجبنا اتجاه الوطن، لان هذه مهنة لازم نقضيها كلنا، وامانة لازم نقضيها اتجاه ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يقدرنا جميعا. وانا اطلب من زمايلي على مستوى الوزارة كلهم اللي يقدر يعمل اي شيء لوجه الله يعمله، مش شرط اللي هو مثلا يكون في مقابل او يكون في مقابل مادي او معنوي او بتاع، يعمل العمل اتجاه وجه ربنا سبحانه وتعالى، لان البدله ديت اللي لبسناها وحلفنا اليمين احنا نحافظ على البلد والامن في البلد، ونحافظ على اخواتنا وامهاتنا واجدادنا وابهاتنا في الشوارع. فاللي يقدر يعمل اي حاجه يعملها، واحنا نكون عند ظن الشعب بينا كده ان شاء الله، وترجع مصر كويسه ان شاء الله في ظل ان شاء الله قياده السيد اللواء محمد ابراهيم يوسف، وفي ظل قيادة وزير الداخلية وجميع رؤسائنا إن شاء الله، وإحنا نكون عند حسن ظن الشعب بنا إن شاء الله.